السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في مطبخ ست الكل. معانا النهارده كوسه باللحمه المفرومه والرز بالشعريه، نعملهم بطريقه اقتصاديه وتعالوا نشوف طريقتنا. معانا هنا الكوسه بتاعتنا، معانا هنعملها كده بالمقور بالشكل ده، وهنقطعها شرايح زي ما احنا شايفين بالشكل ده. قطعنا الكميه بتاعتنا كلها، هنغسلها ونصفيها. معانا هنا عندنا مكعب زبده، هنسيبه يسيح. بعد كده هننزل بالكوسه بتاعتنا، طبعا بعد ما غسلناها وصفيناها. هنحط ملح وفلفل اسود وفصين توم مفرومين عشان نشوح الكوسه بتاعتنا. لازم نشوح الكوسه بتاعتنا نديها طعم قبل ما نعملها. هنسيبها تتشوح بقى ونبدأ نقلب فيها. معانا هنا معلقه سمنه بلدي، معانا ربع كيلو لحمه مفرومه هننزل بيه. هندي اللحمه صدمه ونسيبها تتفكك خالص. رشه حبهان مطحون وفلفل اسود وملح. هنبدأ نشوح في اللحمه شويه لحد ما تاخد لون. بعد كده معانا بصله مفرومه هننزل بيها وتتشوح مع اللحمه لحد ما البصله تاخد لون مع اللحمه وتستوي. هنبدأ نشوح كده شويه. شايفين اللحمه كده بيبقى ليها طعم وريحه تحفه. معانا هنا عصير طماطم، دي طماطم معصوره ومصفينها كويس، اهم حاجه نصفي الطماطم بس كده. ننزل معلقه هريسه ومعلقه سكر وملح وفلفل اسود. معانا علبه صلصه من اللي احنا مفرزينها ومكعب مرقه بس كده. هنقلبها كويس، نزود ربع كوبايه ميه وهنغطيها نسيبها تغلي وعلبه الصلصه بتاعتنا تسيح. معانا الكوسه شايفين اتشوحت وبقت جميله كده. الكوسه ريحتها بقت تحفه والكوسه نفسها بقى ليها طعم. الخطوه دي اساسيه. الصلصه بتاعتنا غليت، هننزل بالكوسه بتاعتنا هنحطها تستوي مع الصلصه زي ما احنا شايفين الجمال. سيبها تتسبك بقى تغلي بس غلوة على النار وهندخلها الفرن. بجد تحفه، جربوها. انا هدخلها الفرن وتعالوا نعمل مع بعض الرز بالشعريه. معانا معلقه سمنه كبيره ومعلقه زيت. هننزل بكميه الشعريه بتاعتنا. هنحمر الشعريه بتاعتنا كويس لحد ما نوصل للون المظبوط كده. الشعريه بتاعتنا اتحمرت. هنا معايا رز مغسول ومتصفي، معايا 3 كوبايات رز. هنقلب الرز يتشوح شويه. معلقه ملح كبيره، ننزل بمقدار الميه بتاعنا. انا هنا عامله 3 كوبايات رز عليهم 4 كوبايات ميه. طبعا كل نوع رز بيختلف الميه اللي بيحتاجها. زي ما احنا شايفين الرز بتاعنا ابتدى يشرب الميه.
هنهدي عليه النار وهنسيبه يستوي. بعد كده فتحت عليه، شايفين الرز بتاعنا قلبته، والكوسه بتاعتنا طلعت من الفرن، شايفين جميله ازاي. بجد جربوا الكوسه بالطريقه دي، اللي ما بيحبش الكوسه هياكلها. وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه وفعلوا الجرس، واشوفكم فيديو جديد ووصفه جديده من مطبخ ست الكل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.